النهاردة هنتكلم عن فيلم بيحكي عن أسطورة. أسطورة رغم وفاتها من 51 سنة لا زالت حية ومؤثرة، شكلت ولا تزال تشكل وجدان 500 مليون إنسان ناطق باللغة العربية من المحيط إلى الخليج. احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم الست. فيلم اتعملت له دعاية ضخمة، اترصدت له ميزانية كبيرة، وشارك فيه تقريبا كل نجوم مصر. لكن هل ده كان كافي ان احنا نعمل فيلم كويس؟ لا، عمر ما كانت الميزانية الكبيرة والدعاية الضخمة واسماء النجوم كافية انها تنجح فيلم. وللأسف فيلم الست لم يحقق النجاح المتوقع منه، وده لأن الفيلم ببساطة مش كويس، فيه مشاكل كتير وكتير جدا. وياما شفنا أفلام عالمية اترصدت لها ميزانيات ضخمة واتعملت لها دعاية كبيرة جدا، ويعني جابوا كبار نجوم وأسماء كبيرة جدا جدا، لكن لم تحقق النجاح وما عملتش فيلم كويس. ده بيحصل كتير في عالم السينما، وده اللي حصل مع فيلم الست. في أول المشاهد واللقطات الأولى في الفيلم بنشوف حفلة باريس، حفلة الأولمبيا المشهورة بتاعت أم كلثوم. بنشوف لقطات تورينا الشوارع، المرور المزدحم بسبب الحفلة. بنشوف الازدحام من الجمهور بره المسرح، وبنشوف جمهور من كل انحاء العالم العربي واجانب جايين يتفرجوا على ام كلثوم. بنشوف خلاف يحصل بين مدير المسرح وام كلثوم، تهدده انها تنهي الحفله، لكن في النهايه بتقدر تمشي كلامها وبتطلع على المسرح، وبيطلع واحد من المعجبين عاوز يبوس رجليها فتقع. كل ده استغرق مننا قد ايه؟ 15 دقيقة. 15 دقيقة وهو ممكن يتعمل كله في 3 دقايق. ده عمل تطويل، والتطويل ده أصاب المشاهد بالملل. بنشوف لقطات كتير قوي 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 قوي، حركة كاميرا وتستعرض كل اللي قلناه ده، لكن ما بتضيفش حاجة. ممكن ده يتعمل في لقطة واحدة، مش محتاج انك تعمله في 5. في السينما في قاعدة، اللي يتقال في لقطة واحدة ما نقولوش في 2. لو قلناه في 5 تبقى كارثة. لما قلناه في 5 بقى هيبقى ملل والإيقاع يقع، مبقاش في إيقاع. لقطات كتير 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 وحركات كاميرا معقدة تخلي تصيبنا من الملل، ما تضيفش لينا حاجة وتوقع الإيقاع. والكلام ده يخلي المونتاج أحيانا يبقى مش سلس. وللأسف ده ما كانش في أول ربع ساعة من الفيلم، ده كان طول الفيلم. كل الفيلم تقريبا كان كده، بالذات بالنص الأول من الفيلم اللي هو فيه بنشوف فيه شخصية أم كلثوم وليه بقت كده. بتقدم لنا الشخصية وبنعرف الشخصية بقت ليها كده ليه. بس بسبب ده الفيلم بقى فيه مفهوش إيقاع، بقى ممل، المشاهد زهق خلاص، هرب اهتمامه من الفيلم. ودي المشكلة الكبيرة اللي كانت في فيلم الست، واللي تسببت ان الفيلم ما يحققش النجاح المطلوب. طيب ايه السبب في ده؟ ده حصل ليه؟ ممكن يكون ان رغبة من المخرج في الاستعراض، اظهار الامكانيات، وارد. وممكن يكون ان هو عاوز يعمل تكثيف في الاحاسيس باللقطات الكتير وحركه الكاميرا، انه يكثف الاحاسيس، يخلينا نتامل اكتر، يخلينا نغوص في احاسيس بيديها لنا المخرج. لكن ده ما ينفعش. ممكن يكون كان عاوز ان هو يدي الفيلم طابع ملحمي، طابع ايبك، بس بصرف النظر عن غرضه ايه. اللي يتعمل
في لقطة، ما يتعملش في 2، ولو اتعمل في 5 تبقى يعني مصيبة. للأسف ده هو اللي حصل في فيلم الست، وده اللي سبب الانطباعات السلبية عليه. الفيلم حاول يركز على جوانب متعددة في شخصية أم كلثوم، ودي حاجة تحسب له. يعني هو حاول أن يظهر لنا جانب في أم كلثوم كرمز نسوي تحرري. في المشهد اللي هي بتتكلم فيه مع بنت أحد البشوات وبتقول لها إنها لازم تلبس لبس بنات، ما تلبسش لبس ولد، وإنها تعتز بكونها إنها بنت، وإن إزاي إن إحنا في وقت الستات فيه شاركوا في ثورة 19 والمطالبة بالاستقلال، وبنشوف صور لمشاركة النساء في ثورة 19. بنشوف بعض المجلات الأجنبية اللي فيها عناوين حوالين إعطاء النساء حق التصويت. هنشوف مثلا الفيلم بيورينا الحياة العاطفية لأم كلثوم، علاقتها برامي، بشريف صبري، بالملحن الشاب محمود الشريف، وإزاي إن شهرتها وقيمتها الفنية كان ليها دور كبير إن العلاقات دي لا تنجح. وفي نفس الوقت ورونا علاقتها بالدكتورة الحفناوي اللي اتجوزته، وإزاي إنها كانت قصة حب قامت على الصداقة والعشرة والألفة، وفي سن كبيرة نوعا. الفيلم ورانا جانب ناس كتير قد لا تتعرض له في حياة أم كلثوم، وهي إحساسها بالوحدة، إنك توصل للقمة وتتربع على القمة وقاعد على القمة وحدك. ممكن يكون إن في يعني القمة قد تكون باردة وموحشة وفيها وحدة. فكرة إنك تبقى كوكب وسط النجوم فوق البشر العاديين لكن وحيد. الفيلم ركز لنا على الجانب ده، ودي حاجة تحسب له زي ما ركز لنا على جوانب أخرى. لكن المشكلة الكبيرة إن ده اتعمل في إيقاع بطيء وممل، ولما الإيقاع يروح ويضيع خلاص الفيلم يبقى مفكك. فكل اللي انت بتعمله وكل المجهود اللي انت بتعمله بيذهب مع الريح، لأن مفيش تأثير بيوصل. في كمان حاجة، الفيلم ركز لنا على أم كلثوم كشخصية قوية صاحبة قرار في علاقتها، في شغلها، في علاقتها بأفراد أسرتها، في تعاملاتها المالية، وده كانت حاجة معروفة عن أم كلثوم. لكن الفيلم وهو عايز يظهر لنا قوة شخصيتها مش قادر يقدم ده ويفرق بين قوة الشخصية والإنسان يبقى صاحب قرار، وبين القسوة، وبين السخية. فخرج ناس من الفيلم بيقولوا ده الفيلم عايز يشوه أم كلثوم. لا، هو الفيلم مش عاوز يشوه أم كلثوم، لكن ده كان يعني بسبب السيناريو السيء وبسبب الإخراج السيء هو اللي عمل لنا ده. للأسف مخرج الفيلم والسيناريست أحضروا فرصة ذهبية لعمل فيلم عظيم ملحمي. هما كان عندهم نوايا طيبة وحاولوا لكن ما قدروش. سيناريو أحمد مراد حاول يغطي جوانب كتير من حياة أم كلثوم، لكن زي ما قلنا التطويل وقع الفيلم وخلاه ممل ومفكك، وفي الوقت نفسه احنا مش حاسين ان في حالة او جو عام او فكرة مسيطرة على الفيلم عايز يوصلها لنا على ام كلثوم. كان في تشتيت كتير. اخراج مروان حامد ما كانش الافضل، كان في رغبة في الاستعراض
بحركة الكاميرا، بالديكور، بالإضاءة، علشان ندي جو ملحمي ايبك للفيلم. لكن زي ما قلنا وقعنا في فخ مط وتطويل ضيع ايقاع الفيلم، عمل لنا فيلم ممل. احنا قصاد فيلم فيه تكوينات وحركة كاميرا وإضاءة تبدو حلوة، لكن ما بتعبرش عن حاجة حقيقية، حاجة عاملة زي الكروت البوستال. وبالنسبة لأداء الممثلين، احنا عندنا مجموعة كويسة من الممثلين ممكن يطلع منهم أداء كويس جدا، زي منى زكي. منى زكي لا، أدائها لم يكن زي ما احنا منتظرين، لكن ده ما كانش بسببها، ده كان بسبب إدارة ممثلين سيئة من المخرج. إخراج في الفيلم ده لا، كان وحش يعني. الموسيقى بتاعت هشام نزيه. هشام نزيه مؤلف موسيقى تصويرية موهوب وكفء، لكن أنا يعني لم تعجبني الموسيقى في الفيلم ده. حاسس إنها ما كانتش راكبة، ما كانش مكانها. يعني الجيتارات والليد جيتار العالي بالديستورشن بتاع أداء ما، يعني اللي هي زي جيتارات الروك كده في حاجات معينة، ما حسيتش إنها مش راكبة على الفيلم عن أم كلثوم. عندنا مثلا بالنسبة للصوت، لكن الصوت عندنا مشاهد مثلا بنلاقي فيها أغنية لأم كلثوم شغالة، صوت أم كلثوم بيغني والمزيكا وراه وراكب معاه موسيقى تصويرية وفي حوار شغال. الميكس ده ما كانش كويس، يعني ما كانش عامل برضه ديستورشن يعني. وده بسبب إيه؟ بسبب الرغبة في الاستعراض، ضيعت الفيلم. ونيجي للمونتاج. للأسف يعني المونتاج في الفيلم ده كان ما قامش الدور اللي المفروض يعمله. يعني أنا من رأيي إن الفيلم ده لازم يرجع أوضة المونتاج تاني وتتعمل له إعادة مونتاج، وممكن هنرمي لقطات كتير، هنرمي حاجات كتير، ولما ده يحصل ممكن يبقى الفيلم يبقى أفضل بكتير من الحالة اللي هو عليها، ونقدر يخلينا نقدر نتخلص من الملل والتطويل اللي في الفيلم ده ويظبط ايقاع الفيلم. الناس انتقدت الفيلم بقسوة علشان التطويل والملل والتشتيت اللي فيه، وده ليهم حق فيه، لكن كان هناك بعض الانتقادات اللي كانت من وجهة نظري كانت ظالمة. مثلا يقول لك ليه الفيلم ما تناولش علاقة أم كلثوم بعبد الوهاب ورياض السنباطي وبليغ حمدي مثلا. الحقيقة مش لازم الفيلم يتناول كل جانب في حياة أم كلثوم، وحياتها طبعا واسعة جدا فلا يمكن هيغطي كل حاجة. في نفس الوقت من حق صانعي الفيلم إنهم يختاروا من حياة أم كلثوم أو من حياة الشخصية اللي بيتعرضوا لها ما يتناسب مع رؤيتهم هم ومع المعالجة اللي عايزين يقدموها، ده من حقهم. بعض الناس انتقدت ان هم ام كلثوم ظهرت في لقطه ولا لقطتين بتدخن، واعتبروا ان ده يعني تشويه لام كلثوم. هو التدخين سلوك ضار، لكن مش وصف اجتماعي، يعني ده لازم نفهمه. ويعني ام كلثوم في النهايه بشر يعني، واحنا حتى ما بنتكلمش على حاجه سلبي او حاجه فيها وصمه اجتماعيه يعني. ولازم نعرف في نفس الوقت ان التدخين في الاربعينات والخمسينات لم يكن ينظر له كشيء ضار. ده شركات السجاير كانت بتطلع دكاتره في الاعلانات، يعني كانت بتجيب دكاتره او تصور دكاتره في الاعلانات بتاعتها، وكان نسبه المدخنين في المجتمع كانت كبيره، فما كانش فيه تشويه خالص يعني، ما كانش فيه اي تشويه او نيه للتشويه. وزي ما قلنا حتى لو اظهرنا جانب سلبي في شخصيه عامه ده طبيعي، هم مش ملايكة، هم بشر. وحتى في اللي عملناه دي في حكاية التدخين دي لا يعني ما فيهاش وصمة أخلاقي يعني. في بعض الناس زودوا في الموضوع، قالوا دي محاولة لتشويه الرموز المصرية. لا، مفيش لا تشويه رموز ولا أي حاجة من دي، فقط الفيلم وحش. والحقيقة أنا من وجهة نظري إنهم كان صانعي الفيلم كانوا بيحاولوا يعملوا حاجة كويسة، يحاولوا إنهم يعملوا فيلم كويس،
لكن لم يوفقوا، ما نجحوش، فيلم باظ منهم. برغم ان انا شخصيا ما عجبنيش الفيلم، لكن في جزء في الفيلم عجبني جدا، جزء صغير في الفيلم، هو والجزء اللي هو بيتكلم عن مبادرة أم كلثوم في عمل حفلات من أجل المجهود الحربي بعد الهزيمة في 67. دي كانت يعني أجمل حاجة في الفيلم، دي اللحظة اللي هي مست مشاعري أنا شخصيا كمشاهد، وأعتقد إنها لحظة تمس مشاعر كثيرين من المصريين أو العرب لما يشوفوا اللحظة دي. كانت لحظة إنسانية جدا وبتلمس قلوب وجدان ومشاعر ناس كتير. المشكلة في الفيلم ده إن هو بيتكلم عن أم كلثوم، بيتكلم عن قيمة فنية كبيرة في حياتنا، مش بس كمصريين، لا، بالنسبة لكل شعوب المنطقة. فلو الفيلم ده يعني ما كانش على المستوى المطلوب، الجمهور هيفتك بصناعيه. شعوب المنطقة اللي احنا فيها دي من المحيط والخليج اختلفوا في كل حاجة، اتخانقوا في السياسة، شتموا بعض، هاجموا بعض، لكن اتفقوا على حاجتين، على اللغة العربية وأم كلثوم. لذلك أم كلثوم خط أحمر، سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق، الهرم الرابع. فلو في فيلم هيتعرض لحياتها ولم يكن هذا الفيلم على المستوى المطلوب، يا ويل اللي هيعملوه. والحقيقة أنا يعني في اللحظة دي بتذكر كلمة قالتها لي صديقة بعد مشاهدة الفيلم ده، قالت لي الست تستحق أفضل من كده. وإلى اللقاء، وما تنسوش الاشتراك في القناة.